So I am the villain because I've made myself one. 2024 هاد السنه اللي دازو فيها بزاف ديال الحوايج ما كناش كنتخيلوهم في منصه اليوتيوب، لانه بعض المشاهير اللي صدقوا بيدو وكريستيانو رونالدو اللي في 24 ساعه فقط قدر يحقق 20 مليون متابع. ودابا غادي نجيو الخبر اللي ما كانوش الناس في اليوتيوب متوقعينه من هاد الشخص، وكيف ما كيقولوا اعظم تجربه في السوشيال ميديا. كاينه واحد القناه سميتها نيك افوكادو. هاد الشخص كيقدم محتوى ديال الموكبانك، وهذا المحتوى اللي تشهر بزاف في الاونه الاخيره. وهاد نيك كان بالنسبه لي المحتوى ديالو اللي هو مقزز الصراحه، كان كيضيع النعمه وكياكل بواحد الشراهه كبيره. هاد الشيء كامل باش يخلق البوز والمشاهدات اكثر. وانتم عارفين شي حاجه اللي كيقدمها اي محتوى او اي صانع محتوى كتكون غريبه نوعا ما، كيكون عليها اقبال بزاف والناس كيتفرجوا كيشاهدوا داك الفيديو غير استطلاعا شنو كيدير داك الشخص في داك المحتوى او كفضول. في الفيديوهات ديالو القدام كان كيبان عادي، صحته مزيانه وكان نباتي، ولكن كان شاف بانه المشاهدات ما جايبينش ليه كيف ما هو باغي. وداكشي اللي كيقدم كان في الاول كيقدم الموسيقى، ولكن ما جابوا ليه لا مشاهدات لا والو. قال مع راسو اشنو اللي دابا اللي ضرب طوندوس اللي الناس كيتفرجوا فيه بزاف في البلاصه ديالته، حيت هو عايش في امريكا. مشى هو السيد وشاف بان واحد النوع ديال المحتوى اللي هي الموكبانك عليها طلب بزاف، وبزاف الناس كيديروهم وكيجيهم مشاهده بملايين. يعني المشاهده كتجيب بالملايين ماشي اي مشاهده. وبسبب هذا المحتوى الناس كانوا كيتنمروا عليه لواحد الدرجه اللي هي بزاف، لانه كان كياكل كميات اللي هي كبيره بواحد الطريقه، وكان غير سوي عقليا ونفسيا بسبب الوزن اللي زاد فيه اللي هو 300 كيلو. بسبب دوك الفيديوهات زاد 300 كيلو في دقه واحده، كل مره كان كيزيد يزيد يزيد توصل 300 وكثر. داك المحتوى اللي كان كيدير وحتى واحد ما كان تيقولها فيه زوينه الصراحه في يوتيوب، لانه كان شويه متكبر، شويه عنده داك الايجو ديالو اللي حتى واحد ما يقدر يوصل ليا، حتى واحد ما يقدر يوصل هذا الوزن اللي وصلت ليه بهذا المحتوى اللي كندير. وما كانش كيقدر السيد يتنفس، لدرجه انه ملي كان كيدير دوك الفيديوهات كان كيدير ماسك ديال التنفس باش يلا يقدر يتنفس. وفي لدرجه في واحد الفيديو كان تياكل كان كيحس بعظامو كانوا كيتهرسوا وكان كيغوت. هادشي كامل بسبب المشاهدات والفيوز اللي كانوا كيجيو من داك المحتوى اللي كان كيدير. وحتى غادي يفاجئ الجميع وغادي يقول لهم انه داك الفيديوهات كاملين اللي كانوا كيشوفوا منه فهو غير تجربه دارها هو، وكيف ما سماها اعظم تجربه في تاريخ السوشيال ميديا. انه غبر 7 شهور ما بقى كينزل حتى شي فيديوهات، ومن رجع بواحد الشخصيه جديده. السيد نقص كاع داك الوزن اللي كان عنده زائد، ورجع كيتمح اول فيديو في يوتيوب. كلشي تفاجئ وكلشي تصدم، كيفاش واش انت اللي كنتي كتحط دوك الفيديوهات والناس كاملين كانوا كيتنمروا عليه وكانوا كيضحكوا عليه، وكلشي حرفيا كانوا كيديروا فيديوهات وخايفين عليه. بعض اللي خايف عليه بسبب داك الوزن ديالو كامل اللي زايد. والسيد كان كيخدم على راسو لمده ديال عامين. تخيلوا معايا مده عامين هو كان كينزل لهم فيديوهات وكان ديجا مسجلهم. كيف ما قال هو يا ما دار لا عمليه لا والو. بزاف الاطباء ملي شافوا الفيديو ديالو قالوا بانه دار واحد الابره اللي سميتها موزامبيك. هذيك الابره اللي كتنزل الوزن في الشهر تقدر تنزل الوزن، ولكن عندها بزاف ديال المخاطر، تقدر تصيبك بالسرطان، تقدر يسكت لك القلب فجأة. المهم حتى واحد ما عرف شنو هي الحقيقه، غير داكشي اللي هو تيقول انه كان منزل المحتوى كان مسجل لمده عامين، وفي هذيك العامين كان كيخدم على راسو، وفي الاخر رجع كيف ما كان. وقال لهم انه داكشي كامل اللي كان كيوصلهم للمتابعين من كره من تنمر بالنسبه ليه غير تجربه اجتماعيه وصافي، وجاب منها زباله ديال الفلوس. وهو اللي كيقرر امتى ينقص الوزن وامتى يزيد الوزن. اش بان لكم في هذا الشيء؟ واش بصح كيف ما تيقولوا سبب ديك الحقنه اللي دار ديال الاوزومبيك هي اللي قدرت تفقدوا هذا الوزن، ولا دار شي عمليه بلا ما يقولها حتى شي واحد؟ المهم قولوا لي الاراء ديالكم، وهنا كيكون سر الفيديو ديالنا. نقول لكم باي باي حتى الفيديو